السلام عليكم، انا عمر الجبلي من فريق بار فيروز. بقدم لكم سلسله فيديوهات تعليميه عن الستريت ورك اوت برعايه جيم مصر. النهارده هنتكلم عن موضوع كتير منكم سالني عنه، يعني ايه الستريت ورك اوت، وازاي ابدا تدريب في البيت، وازاي ابدا اتمرن على الحركات. في البدايه ستريت ورك اوت معناها الحرفي يعني تدريب الشارع، والاسم جه من انهم في البدايه كانوا بيتمرنوا عليها في الحدائق العامه، وهي رياضه لبناء الجسم زي كمال الاجسام وزياده اللياقه البدنيه. طيب ايه الفرق بينها وبين كمال الاجسام؟ في كمال الاجسام او البادي بيلدينج انا عشان امرن عضله معينه انا بستعمل اوزان خارجيه زي الطيارات او الدمبلز عشان اضخم العضله او اشرحها. في الستريت ورك اوت انا بستعمل وزن جسمي، يعني مثلا بلعب عقله عشان امرن الظهر والباي، او بلعب ضغط عشان امرن البنش والتراي. ده غير انها بتتميز عن الجيم ان فيها متعه كبيره جدا وحماس بسبب الحركات الكتيره اللي موجوده فيها. فانت لما بتقدر تجيب حركه بتشجعك اكتر على التمرين وانك تجيب حركات تانية، على عكس الجيم اللي هو بيكون روتيني شويه، فان انت بتعمل نفس الحركات كل مره فبتزهق، وناس كتير بتسيب الجيم بالسبب ده. ده غير ان الستريت ورك اوت بتقلل نسبه من قوه العضلات وقوه العصب. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد بيشيل اوزان تقيله جدا لكنه مش قادر يشيل نفسه في العقله، بيجيب عدات قليله، ده بيبقى عنده خلل في التوافق العضلي العصبي. في الستريت ورك اوت بتلاقي الخلل ده خالص وبتخليك النسبه في احسن ما تكون. فانت حتى لو بتتمرن في جيم انا انصحك ان انت تضيف بعض تمرينات الستريت ورك اوت لتمرينك، او تخصص لها يومين على الاقل في الاسبوع. ده هيساعدك وهيقلل الخلل عندك خالص وهيميزك عن ناس كتير. نتكلم برضو عن موضوع تاني كتير منكم سألني عليه، الحركات. اولا في البداية انت جسمك عشان تعمل حركة معينة لازم يكون جاهز ليها، لازم العضلة تكون واخدة وضعها جاهزة انها تتحط في الموقف ده عشان تشيل جسمك بالطريقة دي. فانت لما تيجي تجرب الحركة على طول او تخش في تمرينات على طول انت ممكن تأذي نفسك، لان انت جسمك لسه مبقاش مؤهل للموضوع ده. فانت عشان تأهل جسمك بتمارس انواع من الضغط والعقلة وتمرينات البطن والقطنية، بتختلف من حركة للتانية. فانا زي ما قلت لكم هبدا معاكم من الصفر، فانا هبدا انزل لكم الفيديوهات بحيث ان انت تاهل جسمك الاول، بعد كده هنخش واحده في الحركات. فانت ما تستعجلش وباذن الله كل حاجه هتيجي. طيب ايه هي انواع الحركات؟ في نوعين اساسيين من الحركات في الستريت ورك اوت، حركات ستاتيك وحركات دايناميك. الاستاتيك اللي هي حركات الثبات زي الفرونت ليفر والباك ليفر والهيومن فلاج. الحركات دايناميك زي الماسل اب والجامب اوفر وال 360 ماسل اب. احنا كده خلصنا حلقة النهاردة، وبإذن الله في الحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي نتمرن في البيت وايه الأدوات اللي هنحتاجها بالظبط وازاي نعمل جدول تمرين. استنوني في الحلقة الجاية بعد بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.